يا جماعة الخير، اللي يشوف الفيديو ده معايا بالله عليكم يمنشنه وشير على قد ما يقدر. تمام. انا عايزة الفيديو ده يوصل لاكبر عدد، يوصل للدولة، يوصل للحكومة، عشان فعلا الناس دي محتاجة ان الناس تشوفها وتشوف حكايتها. اعملوا معايا خير، شيروا الفيديو ده بالله عليكم، انا مش طالبة اكتر من كده. يلا نشوف حكاية الراجل ده ايه، ونشوف حكاية العفش اللي انتوا شايفينه ده ايه. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. انا النهاردة مش هقدم اي حلقات ولا طبخ ولا صابون ولا اي حاجة. انتوا شايفين طبعا قدامكم العفش اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. ثانية واحدة احطلكوا كده السهم عليه اهو. اللي انتوا شايفينه ده العفش ده يا جماعة خارج من البيت الساعة واحدة بالليل يوم 22، الساعة 1 بالليل يوم 22، ده يوم 22. تمام. الساعة كانت 1. هو كان بيخرج في العفش ده حوالي ما يقرب من الساعة 12 بالليل. تمام. زي ما انا بقول لكم كده، انا متخيلة ان هو بيعزل زي اي حد عادي. طب تمام، هنشوف كده بقى قاعد العفش ده في الشارع يوم ايه تاني. طب ثانية واحدة اوريكم التاريخ اهو، خليكم شايفين ده كده يوم 22. طب تمام. طب يا جماعة انا كده ايه او جاي، يعني انا هوريكم التاريخ على الشاشة نفسها. ادي التاريخ بتاعه. تمام. كانت الساعة 1 حوالي ونص بالليل. طب تمام، هنا دي كده بقينا ايه، الساعة 1 او الساعة حوالي تقريبا 1:30 الظهر. 1:30 الظهر. هو بقيت طول الليل في الشارع اللي انتوا شايفينه ده. ابتدى يعمل ايه، بيقوم بقى يلم حاجته هيكومها على بعضيها. يعني انا تابعت وعرفت ان هو ما بيعزل، يعني هو مش معزل يا جماعة. اللي انتوا شايفينه قدامكم ده اب، زوج واب لطفلين، طفلين صغيرين. تمام. طيب هو كده بقى بيلم حاجته زي ما انتوا شايفين، هو زي ما انتوا شايفينه كده بيكوم حاجته على بعضيها. طيب حكايته ايه بقى؟ ده حكايته ان هو اتكسر عليه شهرين ايجار. صاحب البيت زي ما انتوا شايفين كده عملوا عفشه في الشارع. طيب هو عمل ايه؟ كل اللي عمله ان هو يدوبك اللي بيشتغل بيه قادر يأكل بيه ولاده او يصرف على بيته في الظروف الصعبة اللي احنا شايفينها او احنا اللي عارفينها دي، وعلى الناس كلها عامة. طيب اهل مراته حاولوا يلموا الفلوس دي اللي هي بتاعت الايجار، لموا من بعضيهم ودفعوا الايجار متأخر عليه. بالرغم ان دفع الايجار متأخر عليه الا ان كان صاحب البيت رميله العفش زي ما انتوا شايفينه كده في الشارع. طيب تمام، هتقولي لي انت عرفتي ازاي؟ انا كل ده متخيله ان هو بيعزل شقه جديده او بيدهن الشقه وهو قاعد في الدور الارضي. طيب طردوا يا جماعه وخرج عفشه في الشارع زي ما انتوا شايفين. الراجل ده هو ومراته بايتين في الشارع بقالهم يومين، بمراته بعياله. ماشي كده. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا كنت داخله البيت اليوم اللي المفروض اللي هو اول يوم صلاة تراويح، الناس رايحة تصلي وشايفينه قاعد، الجيران نازلة شايفينه قاعد، محدش فكر يبلي ريقه. طيب انا كنت جاية من الشارع بجيب حاجات اللي هي السحور والحاجات دي، بجهز زي اي حد كده لرمضان بقى، كل سنة وانتم طيبين. طيب زي ما انتوا شايفينه كده اهو، جه اخد ميه لان هو كان عايز يشرب ومفيش حد اداله اي حاجه في الشارع زي ما انتوا شايفينه كده. جه اخد ازازه الميه وزي ما انتوا شايفينه كده، يعني انا ابني سأله فحكاله اللي انا قلته
وكان بيعيط عيط مرير والله، يعني قطع قلبي. طيب هو متوقف على ايه؟ كان على 1000 جنيه، كان هو 2500، دفع 1500 للمكان وكان متوقف على 1000 جنيه. طيب اتصلت بناس ربنا يجازيها خير، ادعوا لهم بالشفاء العاجل يا رب، حد يعني جميل ادعوا بالشفاء لبنته، والتاني ادعوا بالشفاء ليه، ادعوا لهم بالشفاء الاتنين يا رب، جزاهم الله كله خير. جمعنا له المبلغ زي ما انتم شايفين كده، تمام. لا هو ما شاء الله يعني الناس كلها رايحه جايه عليه، كانت العيشه خلاص داخله، واول يوم كان صلاه التراويح. طب يا جماعه يعني انا مش عارفه، انا بحقيقي مش عارفه سواء صاحب البيت او الجيران اللي في الشارع ازاي يكونوا شايفين حاجه زي كده محدش يتدخل. والله يعني انا مش عارفه. طب صاحب البيت ده حتى ما سابوش يقضي حتى رمضان ويديله فرصه؟ لا لا، يعني كده على طول في قلب الشارع، هو زي ما انتوا شايفينه كده عمال رايح من هنا لهنا قاعد جنب حاجته. طيب طيب انا هنا نزلت ابني قلت له انزل اعرف منه هو في قدامه سكن، في قدامه حاجة، ولا احنا ممكن يعني نشوف نحاول نحل. قالوا في قدام السكن وكده، واقف متوقف على ان انا اروح اكتب العقد بس الراجل عايز فلوس. فابني قالوا ان شاء الله ما تقلقش هنحلها لك باذن الله. او زي ما انتوا شايفين كده، انا قلت له طب تعالى بسرعه يلا عشان الراجل يلحق وقته. هنا ابني نزل عشان يديله الامانه اللي كانت معانا، ناس حولوا على فودافون فوري في ساعتها. يدعوا لولادهم يا جماعه بالشفاء. وفي ناس هنا معانا برضو كملت بقيه المبلغ، يدعوا لهم بالشفاء يا جماعه. اللي وصل معايا لهنا يا ريت شير الفيديو ده على قد ما يقدر، مش هقولك حط لايكات بس شير الفيديو ده عشان فعلا الراجل ده محتاج للمساعدة مننا كلنا في ايام مفترجة. المهم انا كان كل همي ان الراجل دوت يلم ولاده ومراته من الشارع في اوضة مش اكتر، يعني يقضوا حتى اول يوم رمضان تحت سقف في عز البرد، والايام دي كان الجو فيها ساقع طبعا كلكم عارفين. الراجل والله يعني مش مصدق نفسه، كان بيعيط عياط مرير من الفرحة، اللي هو يعني لقى حد فعلا في الشارع. انا ما اعرفش، انا ماليش خلطة قوي باللي في الشارع، بس هو الموضوع شد انتباهي جدا، وحبيت ان انا اعرف يعني ايه العفش اللي مرمي بقاله يومين في الشارع ده، والناس دي قاعدة كده ليه في الشارع. وزي ما قلت دي كانت صلاة العشاء اللي هي اول صلاة تراويح في رمضان، تمام. كل الناس رايحة جاية، مفيش حد فكر يقوله انت قاعد كده ليه من قبلها. انا مش عارفة هو يعني الناس جرالها ايه يا جماعة. احنا في رمضان اللي بيقدر يعمل خير بيعمله، والخير ده عمره ما يتأخر ابدا، يعني فعل الخير ما بيتأخرش. يعني انا بقول لكم هو والله الراجل ده كان طاير من الفرحة مش مصدق نفسه. هو خد الامانة وقال له انا رايح دلوقتي بسرعة اكتب العقد واجيب التوك توك او التروسيكل والم حاجتي، وده بالفعل اللي حصل وهوريه لكم. يا جماعة شيروا الفيديو ده على قد ما تقدروا، الراجل ده محتاج للمساعدة، الراجل ده من حقه شقة، الراجل ده من حقه سكن. يعني هو شاف لي يعني بيقول فيه أوضة وصالة تقريبا إيجارها 700 جنيه، هينقل فيها، هيروح يكتب بس العقد يشوفها كده موجودة ولا لأ. هنا يا جماعة راح خلاص كتب العقد بالفعل وجاب تروسيكل زي ما انتوا شايفين وبيحمل عليه حاجته. طب انا بناشد الدولة، فين الدولة من راجل زي ده مرمي في الشارع؟ ده مش من حقه شقة من شقق الدولة اللي بتتبني زي حي الأسمرات والأحياء اللي حوالينا اللي عمالة تطلع عماير كتيرة، بس للأسف في ناس مرمية في الشارع بالفعل، في ناس مرمية في الشارع يا ريس زي ما انت شايف كده، ظروفهم صعبة في عز الغلا اللي هم فيه. الناس زي دي من حقها سكن، حياة كريمة، الحياة كريمة
الناس دي من حقها يا جماعة شيروا الفيديو ده. اللي يقدر يساعد الراجل ده يبقى كتر خيره على المعيشة. هو يا دوبك هو رزقي اليوم اللي بيشتغل بيه زي ما انتوا شايفين، يا دوبك بيقدر يسد احتياجات اليوم. انا مش هقول تاني، اللي يقدر يساعد الراجل ده يساعده. ويعني ان شاء الله يعني هو هوصل لعنوانه الجديد، هو وصفه لابني اداهوله، انا هوصله وان شاء الله هقول لكم عليه. اللي عايزه هديكوا العنوان تروحوا له بنفسكم. تمام. وبرضه انا من هنا بناشد الحكومة بتاعتنا يشوفوا حل لشخص زي ده. راجل زي ده مسؤول عن أسرة وعن أطفال، هو معاه طفلين صغيرين، مش معاه شباب كبيرة يعني بتشتغل. وبكده يكون أنا ما عنديش كلام تاني أقوله غير اللي أنا قلته. هو خلاص كده بيربط حاجته وهيتوكل على الله على شقته الجديدة. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. أنا مش طالبة منكم، قلتلكوا غير ان انتوا تشيروا الفيديو ده بس، عشان الراجل ده جايز يعرف ياخد أي حاجة، سكن، أي حاجة، مش أكتر من كده. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.